مباراة النادي الاهلي كشفت لعيبة نادي الزمالك. هزيمة مستحقة لنادي الزمالك امام النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفوز بجدارة واستحقاق. الاهلي هو الافضل، نادي الزمالك بيمنح الفوز على طبق من ذهب للنادي الاهلي. مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا عايش في مية البطيخ ولا يفهم حاجة عن كرة القدم. لعيبة نادي الزمالك كلها اردم عليهم، كله في الفنكوش. عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمود بن تايك وناصر منسي، 4 لعيبة بيتسببوا في هزيمة نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي ابتدى الشوط الأول وهو مسيطر ومستحوذ على الكورة، وكان الأفضل في النص ساعة الأولى. عدي الدباغ بيضيع انفراد ما يضيعش في الدقيقة الرابعة. أما ناصر ماهر كالعادة هو كمان بيضيع انفراد في الدقيقة العشرة، يعني أغرب من الخيال، وبيتسبب كالعادة في الهدف الأول للنادي الأهلي. طبعا تمريرة سيئة جدا كعادة ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي أكتر من تمريرة النهاردة كان بيلعبها بيعمل بيها اسيستات للنادي الأهلي. فيريرا مصمم عليه ليه؟ أنا مش عارف. لعيبة نادي الزمالك اللي تسببت في حزن الملايين من جماهير نادي الزمالك اللي سعت وراهم من كل محافظات مصر. لعيبة مش رجالة. تلقوا قبل المباراة عايزين 11 راجل في الملعب، إنما تقريبا كده الرجالة ماتت في الحرب. مفيش رجالة في نادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك النهاردة كانت بتقول للعيبة الأهلي يلا انت أحسن، هترجع، تعالى هات جون. تحس كده ان لعيبه نادي الزمالك عايزه تدي الثقه للعيبه النادي الاهلي عشان ياخدوا الدوري مستريحين. زي ما بقول لك، محدش يزعل من كلامي، انا بقول لك النهارده لعيبه زباله. مفيش ولا لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك. جبت الجون من ضربه جزاء والحكم ساعدك وعادلك ضربه الجزاء من الدقيقه 30 وانت بتلعب دفاع قدام النادي الاهلي، ويا ريتك قادر تدافع. مفيش مرتدات. احمد كوكا وقف جبهة اخوان الفينا، كان ممكن تلعب في الجبهة الشمال لما الجبهة اليمين وقفت، انما بالفعل برضو الجبهة الشمال عندك واقفة بسبب محمود بن تايك. محمود بن تايك اللي اكتر من تمريرة من اسوأ لاسوأ، وبيعمل يعني بساط عكسية بيديها للخصم. لعيبة بصراحة انا مش فاهم. ناصر منسي اللي نزل يعني في الدقيقة 35، حد شاف ناصر منسي غير في الكورة اللي أخد فيها إنذار وكان يستحق فيها الكارت الأحمر. حكم المباراة كان رحيم بناصر منسي. ناصر منسي اللي ما عملش أي حاجة في المباراة. يعني بصراحة أنا مش شايف حد ممكن أقول عليه عمل مباراة جيدة باستثناء حسام عبد المجيد اللي لعب كام كورة كويسين. أما غير كده فنادي الزمالك بصراحة لعيبة موظفين، لعيبة مش بتلعب باسم نادي الزمالك، مدرب ما بيفهمش حاجة في كرة القدم، إدارة هي السبب في اللي فيه اللعيبة. مفيش مستحقات بتدفع للعيبة، يعني مفيش نفس للعب. وفي النهاية الجمهور هو اللي بيتعذب، الجمهور هو اللي بيحزن. وفي النهاية لعيبة يعني حرام تقول عليها لعيبة كرة قدم، لعيبة لا تفهم شيء في كرة القدم. النادي الأهلي النهاردة كان الأفضل في الشوط الثاني. عايز أقول لك على معلومة صغيرة، من بداية المباراة لنهاية المباراة النادي الأهلي حصل على 5 ركنيات، أما نادي الزمالك لم يحتسب ليه ولا ركنية. متخيل الوضع اللي بقول لك عليه؟ نادي الزمالك ابتدى يهاجم بعد ما جه فيه الهدف الثاني. تعمل ايه؟ انا مش فاهم. تغييراتك كلها متأخرة. عندك لعيبة كانت ممكن تصنع معاك الفارق. ناصر ماهر اللي انت شايفه مش مركز من بداية المباراة. انا عندي احمد حمدي قاعد دكة، انزله. انما تقول لي مين؟ المدرب نايم مش واخد باله من الماتش. عندي احمد فتوح، اخرج بنتايك وانزل فتوح. تقول لي مين؟ مفيش مدرب يا جدعان. لعيبة بتقول للعيبة الاهلي يلا تعالوا هاتوا جول. كل لاعب يمسك الكوره يرجع الكوره بالغلط لمحمد صبحي، واللي يبص الكوره للاعب الاهلي. كلها تمريرات مقطوعه من لعيبه نادي الزمالك بغرابه شديده. ناصر ماهر
المسؤول الاول والاخير عن هزيمة نادي الزمالك النهارده. بصراحة يعني بحاول امسك اعصابي عشان ما اغلطش في حد، بس النهارده احنا ما شفناش رجالة في الملعب. الخاسر الوحيد النهارده هو جمهور نادي الزمالك اللي روح حزين. كان ممكن الزمالك يخسر والجمهور يروح وهو سعيد لو كان شاف اداء رجولي وكفاح وعرق من اللعيبه عشان خاطر المكسب، وكان شاف مباراه جيده من ناحيه نادي الزمالك. بس للاسف انا بقول لك نادي الزمالك ما نزلش الملعب في الشوط الثاني. نادي الزمالك يستحق الهزيمه باكتر من هدفين. لولا ستر ربنا كان نادي الزمالك استقبل الهدف الثالث والرابع والخامس، وكنت بتشوف الزمالك النهارده بيخسر بفضيحه. مع العلم ان لعيبه الاهلي بدات المباراه وهي خايفه وهيبه من لعيبه نادي الزمالك، بس نادي الزمالك كالعاده تعالى وخد الثقه وانت افضل وانت احسن ولازم ترجع لمستواك. مش عارف تكسب النادي الاهلي في الظروف اللي هو فيها، امال امتى هتكسب النادي الاهلي؟ بصراحة لعيبة اردم عليها كلها. مباراة النادي الاهلي كشفت لعيبة نادي الزمالك. مباراة النادي الاهلي كشفت لعيبة نادي الزمالك.